السلام عليكم، مرحبا بكم في نشرة الأخبار المغرب، ولكم التفاصيل. وإلى كنت أولك تزور قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل الجرس لنشر المزيد بحول الله، وشكرا. رفضت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طلب فريق الترجي التونسي بتأجيل مباراته ضد الوداد الرياضي المزمع إقامتها الأحد المقبل لحساب ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم. وكانت إدارة الترجي التونسي راسلت لجنة المسابقات بالكونفدرالية الإفريقية للكرة، طالبة تأجيل مباراة الأحد المقررة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وبعد رفض الكاف طلبه، حدد الفريق التونسي اليوم الجمعة موعدا للتوجه إلى المغرب لمباشرة استعداداته لمواجهة الفريق الأحمر. وتمكن نادي الوداد من بلوغ نصف النهائي بعد فوزه على إنيمبا النيجيري ذهابا وإيابا، بينما نجح الترجي في حسم تأخره أمام تي بي مازيمبي في لقاء الإياب لصالحه. ويلتقي الفريقان في مواجهة قوية تجمع بين اثنين من أقوى الفرق في إفريقيا. ويمتلك الوداد فرصة سانحة للثأر من الترجي الذي تغلب عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018. ويتوقع أن تكون المباراة متكافئة بين الفريقين، لكن الترجي يملك أفضلية الخبرة والتاريخ. ومع ذلك، يتمتع الوداد بروح قتالية عالية تمكنه من تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب.